السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال، وهذا الفيديو نتمنى يتبارطاجا، وكنتمنى ينال الإعجاب ديالكم وديروا جيم واشتراك للقناة باش يوصلكم دائما الجديد. الهدف ديالي من هاد لي فيديو هادو هما نشر الفائدة بين الناس، ومن طبيعة الحال نشارك التجربة ديالي مع هاد الدعاء هذا، والحمد لله الحمد لله يعني تحقق المطلب ديالي. سبحان الله. يعني اهم حاجه في هذا الفيديو هو خصك تسخر النيه، يعني دير النيه ودير اليقين التام بالله سبحانه وتعالى ان ربي غادي يحقق لك هذا الطلب، وغادي يحقق لك داك الامر اللي باغي انت، وداك الهدف اللي باغي تسير نحوه. المهم هذا الفيديو هذا نتمنى تتبعوه للاخير باش تعوم الاستفاده، وتخرجي ان شاء الله بواحد الاستفاده وتطبقها، وان شاء الله غادي تحقق المنال ديالك ان شاء الله بحول الله. ما دمت انك دخلتي هذا الفيديو وسخرتي نية انك غتفرج فيه، وغادي تخرج بواحد الفائده اللي ربي غادي ييسر لك فيها، وغادي يحقق لك بالواسطه ديال المنال ديالك، الا وان شاء الله يا ربي غادي تحقق امرك. المهم في هذا الفيديو هذا، الا كنتي عندك واحد المقابله ديال العمل، او شيء من شخص او امر باغي تقضى لك، راه ان شاء الله غادي يتقضى لك باذن الله. ما دمت انك غادي دير هادشي اللي غادي نقول لك، وغادي تطبقوا كيف غادي نقولوا، غادي يتحقق لك ان شاء الله. وهذا الشيء كنقولوا عن تجربه شخصيه، والله العظيم إلا عن تجربه شخصيه. سمعتوا وطبقتوا. سمعتوا وطبقتوا والحمد لله. تحقق داكشي اللي كنت باغا، فاش درتو مباشره درت هذاك الامر اللي كان ببالي، والحمد لله تسخر معايا تيسر معايا، ونتمنى حتى نتوما ديروه ويتيسر معكم الامر. اهم حاجه هي دير النيه بان الله سبحانه وتعالى غادي يحقق لك هذا الامر هذا، وغادي ييسر لك فيه. ما ديرش في خاطرك بانك غادي يصدق وما غادي يصدقش، لا، دير في بالك بانه غادي يصدق ان شاء الله يا ربي، وبالفعل راه غادي يصدق. باش ما نطولش لا فيديو، باش تكون الاستفاده اكثر، فاش غدير هذا الشيء اللي غادي نقول لك. الشخص اللي غادي تكون انت اصلا باغي تطلب منه، اولا باغي الامر منه يعني بيديه، سواء كنت غادي تدوز عنده مقابله بالنسبه للعمل، او غادي تطلب منه عمل، او غادي تطلب منه شي حاجه شخصيه، مهم نوعا من هذا القبيل. ربي غادي يجعلوا انه يقول لك بدون ما يشعر، وهيكون باغي يقول لك لا، غادي يقول لك بدون ما يشعر. المهم ان شاء الله ان شاء الله غادي يتيسر معكم الامر. هذا اهم شيء في هذا الفيديو هذا. هذا الشيء اللي غادي نطبقه سورة ياسين مرة واحدة، من بعدها غادي نقراو وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 313 مرة. 313 مرة، زائد سورة ياسين مرة واحدة، زائد الصلاة على رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 313 مرة، زائد سورة ياسين مرة واحدة. كتبت لكم هنا بخط واضح باش تبان لكم، حتى اللي بغى يسكرينيها يسكرينيها، وغادي نخلي لكم الصورة في آخر الفيديو. درت هاد السبيحه هادي باش كتعاون الصراحه، كتجلس كتعرف راسك شحال كررتي من مره. بالنسبه اللي ما عندوش السبيحه اليدويه فقط اللي كنديروها دائما، بارك عليكم. كنتمنى ربي يحقق المنال ديالكم ويحقق الطلب ديالكم ان شاء الله، ونكون شاركت معكم شي حاجه اللي فيها الاستفاده، وتكون فدتكم في هذا الفيديو هذا. وان شاء الله بحول الله تعالى مع قوته، اي حاجه فيها استفاده لي وليكم غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. الا كان كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات هادو، ما تنساوش ديروا جيم واشتراك القناه، وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكثر عدد، لأنه هادشي اللي شاركت معكم عن تجربة، يعني ليس غير قول فقط أو خديته من فيديو آخر وبارطاجيته معكم. هذا سمعته طبقته، والحمد لله والله العظيم على ما أقول شاهد أنه تحقق معايا داك الأمر. كان تيسير من عند الله، لأنني درت نية وطبقت هادشي راه
أصلا خصنا نديروه بلا أننا نكونوا باغيين لحاجة، عاد نديروه. راه سورة ياسين فيها خير وبركة، راه سعدات اللي قراها الصبح وقراها ظهر وقراها عشاء، سعدات واللي دار. أما الأذكار فهادوك لا هضر عليهم، راه خصنا ضروري صباح ومساء أننا نديرو الأذكار ديالنا باش نتحسنوا من أي حاجة وربي يسخر لنا في النهار ديالنا. دمتم في أمان الله وحفظه.